فكيرة دراهم، فكيرة دراهم. واحد النهار عادي في ايطاليا كيتحول في ثواني لكابوس حقيقي. مهاجم مغربي في العمر ديالو 43 سنه كيغوت باعلى الصوت ديالو كيطلب السكان ديال الحي: عتقوني، عاونوني، بركه بركه. هو مطحون تحت الرجلين ديال البوليس. شنو وقع لعبد الرحيم فقير في ذاك الحي الهادي في مدينه بولونيا؟ وشكون المسؤول الحقيقي على هذه المأساة اللي هزت الجاليه المغربيه كامله؟ دير لايك واشترك في القناه ديالنا باش نسمعوا ونبداو القصه ديالنا. القصه كتبدا نهار الحد 19 يوليو 2026 في هذه السنه مدينه بولونيا الايطاليه، وبالضبط في واحد الحي سميتو بيلاسترو. عبد الرحيم مواطن مغربي عايش تما لسبب مازال حتى الان مجهول. كان في واحد الحاله ديال الهيجان والغضب الشديد في هذاك الحي. الجيران ملي شافوا وسمعوا خافوا على رؤوسهم، هزوا التليفونات ديالهم وعيطوا للبوليس. دابا الامر كيبان عادي، تدخل امني روتيني باش يهدئوا الاوضاع، ولكن السيناريو كياخذ واحد المنعطف خطير ومرعب. البوليس جابوا معاهم حتى الفرقه الطبيه والاسعاف. غير وصلوا عبد الرحيم ما بغاش يستسلم وقاوم عمليه التوقيف. هنا البوليس استعملوا الغاز المسيل للدموع وطيحوه في الارض باش يتحكموا فيه ويقيدوه. وفي وسط هذيك الروينه عبد الرحيم كتوقع عليه ازمه صحيه مفاجئه. ولكن واش هذا الشيء هو كل شيء في القصه؟ لا. هنا فين كتبدا الصدمه الكبيره. واحد من الساكنه كان واقف في الشرجم وهاز التليفون ديالو وكيصور الفيديو كيحبس الدم في العروق. الفيديو كيظهر عبد الرحيم وهو طايح في الارض وشوج ديال البوليس مزيرين وواقفين عليه فوق الجسد ديالو ومزيرين عليه بكل الثقل ديالهم. واكثر من هادشي الشخص الثالث كيرجح يكون من السكان عاون البوليس وبرك عليه على رجليه كل الجهد ديالو. عبد الرحيم كان كيغوت وكيستغيث باخر نفس عنده. المسعفين واقفين قريبين كيتفرجوا وما تدخلوش نهائيا حتى سكت الراجل وما بقاش كيتحرك مره. والبوليس مازال مستمرين كيقيدوا فيه وكيزيروا فيه برجليهم. الخبر نزل كالصاعق على العائله ديالو. الاخت ديالو خرجت لوسائل الاعلام وهي في حاله صدمه وبكاء يقطع القلب، وقالت بالحرف: قتلوه، حنا ما عارفين شنو وقع بالضبط. البوليس وحدهم اللي عارفين الحقيقه. قيدوه حتى مات وكاين شهود على هذا الشيء في الواقع. وطالبت دابا بفتح تحقيق عاجل وانصاف ديال خوها. في المقابل البوليس ديال بولونيا دغيا خرجوا ببيان ودافعوا على رؤوسهم. قالوا بلي هما اللي طلبوا الاسعاف عبر الرقم 118 وان الوفاه وقعت فاش كانوا كيقيدوه وبحضور مسعفين. واكدوا باللي كاع التسجيلات ديال الكاميرات بادي كامز اللي كانت لاصقه في الكسوه ديال البوليس كتحط رهن اشاره ديال القضاء باش تبان الحقيقه كامله. القضيه دابا ولات قضيه راي عام والاسئله كامله كتدور حول واش البوليس استعملوا عنف مفرط ضد الوفاه عبد الرحيم، وعلاش المسعفين ما تدخلوش في الموجه الاولى باش ينقذوا حياته. والايام الجايه غادي تاكد التحقيقات القضائيه حتى هي غادي تاكد وغادي تكشف لنا الحقيقه كامله. رحمه الله على عبد الرحيم والله يصبر عائلته. وانتم اخواني شنو بان لكم في هذه الواقعه من خلال هذه التفاصيل اللي باينه حتى الان؟ خلوني الاراء ديالكم في التعاليق وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ونتلاقاو قصه جايه باذن الله.